السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مومي كرافتس. مكملين مع بعض في سلسلة الفيديوهات اللي بنعمل فيها مشاريع شتوية بسيطة باستخدام الغرز الأساسية فقط، كنوع من التطبيقات للناس اللي بدأت تتعلم معانا الفترة اللي فاتت من سلسلة تعلم الكروشيه للمبتدئين من الصفر. هتلاقوا لينك السلسلة موجود تحت في الديسكريبشن بوكس وفي أول تعليق على الفيديو. أخدنا أول حاجة تطبيقين على غرزة الحشو، عملنا السوليتات الشتوي بغرزة الحشو العادي، وعملنا الايس كاب ده بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية او في الباك لوب، وكمان بدأنا نطبق على غرزة النص عمود وعملنا الجوانتي ده بغرزة النص عمود العادي. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجوانتي ده بغرزة النص عمود بس في الحلقة الخلفية. فيلا بينا على طول نشوف هنحتاج ايه عشان ننفذه، والادوات اللي محتاجينها عشان ننفذ الجوانتي بتاعنا. اول حاجه الخيط، انا هستخدم خيط أليز بيركوم باتيك، هو خيط شتوي فتلته متوسطه السمك، وده النوع بتاعه اللي هو الباتيك زي ما احنا قلنا في فيديو الخيوط، ان هو بيبقى مش ساده، بيبقى جنجاه، يعني الخيط ذات نفسه الفتله بيبقى فيها تدرج الوان، وده نتيجته في الشغل بيبقى بالشكل ده. هشرح لكم الجزء الاول من الجوانتي بالخيط السادة ده علشان حسيت انه الجنجام مش باين كويس في التصوير. هستخدم مع الأليز بيركوم إبرة رقم 4 ملم، وطبعا هنحتاج المقص وإبرة التنظيف والمتر القياس. طيب فكرة الجوانتي أول حاجة ان احنا بنبدأه من تحت لفوق، يعني هنبدأ أول حاجة بالجزء اللي تحت ده. أنا عاملاه مقاس 8 سنين، طبعا احنا نقدر ننفذ نفس الديزاين لأي عمر. هسيب لكم ان شاء الله في الفيديو جدول المقاسات اللي انتم محتاجين تعرفوها لاي نوع ديزاين جوانتي ممكن تعملوه، يعني هسيب لكم كل المقاسات بتاعه الايد بتاعه الاعمار كلها، وانتوا بقى اللي تطلعوا من الجدول المقاس اللي انتم محتاجينه حسب الديزاين اللي انتم بتطبقوه. فاحنا الديزاين بتاعنا ده سهل وبسيط. اول حاجه هنبدا بالجزء اللي تحت ده اللي هو الاسوره او الكمر بتاع الجوانتي. بنبداه ازاي؟ نبدأ بأول حاجة بعدد من سلاسل البداية بتكون بعرض المعصم بتاع الشخص. يعني ايه عرض المعصم؟ المعصم او الريست اللي هو الجزء ده او الجزء ده اللي هو الاسورة او الكمر بتاع الجوانتي. السلسلة البداية اللي انا هبدأها دي تكون بالعرض ده، اللي هو طبعا هيكون حسب مقاس الشخص اللي انا بعملها له، اللي هيكون ان شاء الله موجود في الجدول. هنبدأ بأي عدد من سلاسل البداية يكون بعرض المعصم زي ما قلنا. هنبدأ مثلا وليكن 10 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هنعمل ايه عشان نشتغل الجزء اللي تحت ده؟ هنسيب اول سلسلة احنا اشتغلناها وهندخل في السلسلة التانية ونشتغل حشو عادي خالص. تمام، هشتغل كل السطر حشو. هدخل في ضلع السلسلة، اخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة حلقتين، هاخد الخيط واطلع من الحلقتين، وهكذا هنكمل اخر السطر غرز حشو عادية خالص. خلصنا السطر الاول كله بغرز الحشو. هنعمل ايه؟ هنتنقل للسطر اللي بعده، هنشتغل سلسلة ونقلب الشغل بتاعنا على الناحية التانية. هنبتدي اول حشو نشتغل حشو عادي خالص تحت حرف الفي. بعد كده الحشو اللي بعدها هنشتغلها في الباك لوب او في الحلقة الخلفية، يعني هدخل بالهوك بتاعي كده في نص حرف الفي كده عشان اشتغل بس على الباك لوب او الحلقة الخلفية. هشتغل كل السطر حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده. لحد ما اوصل لاخر حشو في السطر هشتغلها حشو عادي اللي هي بدخل تحت حرف الفي كله مش في الباك لوب بس. بعد كده هرتفع بسلسلة واقلب الشغل
اشتغل اول حشو في السطر حشو عادي خالص تحت حرف الفي كله او تحت ضلعين الفي، وباقي السطر حشو في الباك لوب او في الحلقة الخلفية لحد اخر حشو في السطر. واخر حشو في السطر هشتغله حشو عادي، يعني بدخل تحت حرف الفي او تحت ضلعين الفي. تمام، انا اشتغلت كده كله في الحلقة الخلفية، وهاجي عند اخر حشو هشتغلها حشو عادي خالص تحت حرف الفي كله. يبقى انا بعمل ايه؟ بشتغل اطراف القطعة حشو عادي، والجزء اللي جوه بشتغله في الحلقة الخلفية. طب ليه بعمل كده؟ علشان القطعة تبقى مفرودة معايا من طرفها، يعني يبقى الجزء اللي تحت ده مفرود كده بالشكل ده، وكمان الجزء اللي فوق ده. اول واحدة حشو عادي تحت ضلعين حرف الفي، اخر واحدة برضو حشو عادي تحت ضلعين حرف الفي، والحشو اللي في النص كله هشتغله في الحلقة الخلفية. بعد كده هعمل ايه؟ هفضل ارتفع بالسطور كده لحد ما المقاس اللي انا برتفع بيه ده يكون مقاس دوران المعصم بتاع الشخص اللي انا بعملها له. انا بدأت ده عرض المعصم اللي هو الجزء ده، وهفضل ارتفع بالسطور لحد ما اوصل لمقاس دوران المعصم او اللي هي مقاس الاسورة بتاعة الشخص ده. لو عندي الشخص هيقيس عليه كل شوية لحد ما توصل لمقاسه، هلفها على ايده كده واقيس عليه، ومش موجود فان شاء الله هسيب لكم الجدول زي ما قلت لكم. هكملها بقى بالخيط الجنجاه وبعدين ارجع لكم عشان نشوف هنقفلها ونكمل الجوانتي بتاعنا ازاي. رجعنا تاني، خلصت الجزء عملته بالخيط الجنجاه زي ما قلت لكم. انا عاملاه مقاس 8 سنين. دوران المعصم اخد معايا او طلع معايا حوالي 15 سنتي تقريبا. بعد كده بنعمل ايه لما بنوصل بقى بالقطعة اللي احنا عملناها للمقاس بتاع دوران المعصم بتاع الشخص؟ بنبتدي بقى ان احنا عايزين نقفل القطعة دي علشان تبقى اسورة او الجزء اللي تحت من الجوانتي. هنقفلها ازاي؟ زي ما قفلنا في اكتر من حاجة قبل كده بغرزة المنزلقة. هنعمل اول حاجة غرزة سلسلة كده، تمام، وبعد كده انا هجيبها عايزة اقفلها على الظهر، فهجيب الجزء ده على ده كده بالشكل ده. وزي طبعا ما اخدنا قبل كده في تقفيل اكتر من مشروع عملناه سوا، ان احنا بندخل في الضلع الخلفي للحشو الاولى للحشو اللي احنا عملناها كده، الضلع الخلفي ده، وضلع سلسلة البداية او السلسلة اللي احنا بادئين بيها الشغل بتاعنا. هدخل في ضلع الفي وفي ضلع السلسلة واعمل غرزة منزلقة. هدخل في ضلع الفي كده وفي ضلع السلسلة واعمل غرزة منزلقة. وصلت لاخر حشو، هدخل في الباك لوب بتاعها وفي اول سلسلة وهشتغل اخر منزلقة. كده انا قفلت القطعة بتاعتي. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هقلبها عشان اشتغل الجوانتي بتاعي على الوش. اجيب الجزء ده كده، والخيط بيبقى معدي معايا من جوه الجوانتي كده طول الشغل. بنبتدي احنا هنشتغل الجوانتي بغرزة النص عمود، بس هنخلي ارتفاع السطر دايما يكون سلسلة واحدة. ليه؟ لان عايزين الشغل يكون متماسك، يعني قطع زي الجوانتي بنكون عايزينها متماسكة شوية لانها بتستخدم كتير وكده. فهنبتدي هنرتفع سلسلة وهنشتغل نص عمود عادي خالص فوق كل سطر من سطور الحشو دي. السطور باينة قدامنا اهي، ده كل سطر من دول هنشتغل فوقها نص عمود بالشكل ده. النص عمود بنشتغله ازاي؟ بناخد لفة خيط على الابرة وبندخل
هندخل في اي سطر من سطور الحشو وناخد الخيط ونطلع من ال3 حلقات اللي على الابرة، وهكذا هنشتغل كل سطور الحشو اللي تقابلني. هشتغل في كل واحد غرزة نص عمود. الغرز مش لازم عدد معين، بشتغلهم كده في القطعة الأولانية عادي. أما لو أنا اشتغلت القطعة الأولى فأحاول إني أخلي نفس عدد الغرز يطلع زي القطعة الأولانية عشان يكونوا زي بعض بالظبط. طبعا زي ما بنأكد دايما إن أي شغل بنشتغل فيه فردتين، يعني مثلا جوانتي أو لكلوك أو أي حاجة، بنسجل بيانات القطعة الأولى كويس في ورقة مثلا ولا حاجة عشان ننفذ القطعة التانية زيها بالظبط، ويطلعوا الاتنين تيبيكال نفس المقاس ويبقوا مريحين في اللبس، مش مختلفين عن بعض. كده انا بشتغل نص عمود داير ما يدور في كل سطور الحشو اللي مقابلاني. يعني انا مثلا عندي هتلاقوا السطر كده في جزء عالي كده وفي جزء نازل، بشتغل في الاتنين، بشتغل في الجزء اللي نازل ده وبشتغل في الجزء التاني، كله نص عمود عادي خالص. اخر نص عمود خلاص، فهعمل ايه؟ هدخل في اول نص عمود اشتغلته بالشكل ده وهشتغل غرزة منزلقة. انا كده قفلت الدور او السطر الاول. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هشتغل سلسلة، هرتفع سلسلة وهنبتدي نشتغل غرزة الجوانتي اصلا اللي احنا هنكمله بيها، وهي نص عمود في الحلقة الخلفية. طبعا احنا شرحنا الحلقة الخلفية قبل كده في فيديو الايس كاب اللي عملناه بالحشو في الحلقة الخلفية، اللي زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا حرف الفي او الغرزة شكلها من فوق بيبقى شكل السبعة كده او حرف الفي. فاحنا عشان نشتغل في الحلقة الخلفية بنخش بس في الجزء اللي ورا او في الجزء الخلفي من حرف الفي، يعني بندخل بالهوك بتاعنا في نص حرف الفي كده وبنشتغل بس تحت الحلقة الخلفية، وبنسيب الحلقة الامامية دي بنسيبها ما بنشتغلش فيها خالص، بنشتغل بس في الجزء الخلفي او الجزء اللي ورا. هناخد لفة خيط على الابرة وهندخل في الباك لوب. هدخل كده هاخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 3 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات وهكمل باقي السطر بنفس الطريقة، نص عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. لحد اخر السطر، هكمل باقي السطر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر التاني، هعمل ايه؟ هدخل في اول نص عمود اشتغلته وهعمل غرزة منزلقة علشان اقفل السطر. بعد كده هنعمل ايه؟ هنتنقل للسطر اللي بعده ازاي؟ هنرتفع سلسلة وهنبتدي نفس الحكاية، نشتغل في كل نص عمود نص عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده او في الباك لوب. كل الجوانتي هنشتغلوا بالنص عمود في الحلقة الخلفية زي ما احنا قلنا، فالمفروض اني افضل ارتفع بالسطور كده لحد ما اوصل للطول لحد عند الابهام كده. يعني انا خلاص انا خلصت الجزء ده، فهبتدي ارتفع شوية بالسطور لحد ما اوصل لحوالي الطرف بتاع الابهام ده كده او لحد الجزء ده كده. طبعا هتلاقوه برضو موضح في جدول المقاسات ان شاء الله لكل الاعمار، الجزء ده ممكن يكون كام. انا مثلا اشتغلته هنا في ال8 سنين كان طوله حوالي 5 سنتي. تمام، فانا هرتفع شوية بالسطور لحد ما اوصل ل5 سنتي واجي اوريكم هنعمل فتحة الابهام دي ازاي. رجعنا تاني بعد ما وصلنا للجزء اللي هنبدأ نعمل فيه فتحة الابهام.
انا اشتغلت حوالي 5 سنتي، يعني 6 سطور بغرزة النص عمود في الحلقة الخلفية زي ما قلنا. هنبتدي بقى عايزين نعمل فتحة الابهام. بنعملها ازاي؟ بنعد عدد النص عمود اللي احنا اشتغلناه كام واحد. يعني انا مثلا هنا اشتغلت 31، فاحنا عادة في الاطفال بنسيب حوالي 3 غرز، اللي هم يعني حوالي ممكن يكون سنتي ونص تقريبا، عشان لو اشتغلنا يعني بخيط مختلف. بس انا في الخيط ده سبت 3 غرز، هسيب 3 غرز مش هعدهم معايا، فهيتفضل معايا 28 غرزة. هقسم ال 28 غرزة دول على 2 هيبقى 14. فالمفروض اني هشتغل الاول 14 نص عمود، 1 2 3. كده انا اشتغلت ال 14 نص عمود اللي هم عدد الاعمدة او عدد الغرز اللي عندي في الدور مقسومة على 2 بعد ما سبت منهم 3 مش هعتبرهم مش موجودين. انا دلوقتي بسيب العدد اللي انا بشيل العدد اللي انا المفروض اسيبه. انا مثلا في المقاس الاطفال ده سبت 3 زي ما قلت لكم، وباقي العدد قسمته على 2 عشان اشتغل نص العدد، وبعد كده هسيب الجزء بتاع الابهام وهكمل شغل. هنسيب بقى ال3 دول ازاي؟ مش هنشتغل فيهم. اني باجي كده انا وصلت للنص عمود ال14، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 اللي هما بدل ال3 نص عمود اللي انا هسيبهم تحت دول، وهقوم داخلة في النص عمود الرابع. 3 دول 1 2 3 هسيبهم مش هشتغل فيهم. هاجي في النص عمود الرابع برضو في الحلقة الخلفية زي ما انا شغالة عادي، وهبتدي اكمل الشغل بتاعي خالص نص عمود في الحلقة الخلفية. لو العدد معايا طلع مش بيتقسم على 2 عادي خالص، مش مشكلة. المهم ان انا اسيب المسافة الكويسة، لان احنا طبعا بنشتغل نص عمود بس، يعني الغرزة مش محتاجة عدد معين من الغرز. فانا في الاطفال بس لو انا بعمل لطفل هسيب 3 غرز، ولو انا بعمل لحد كبير هسيب 4 او اكتر، حسب طبعا ما الانسان او الشخص يرتاح في اللبس او حسب ما هو عايز. وبكمل الباقي عادي نص عمود خالص، مش شرط يعني اقسم على 2 وكده، ده بس للتسهيل يعني. بنحتاج بقى حكاية ان العدد لازم يكون زوجي او فردي او مظبوط او كده، لما بتكون الغرزة اللي احنا شغالين فيها محتاجة عدد معين من السلاسل او الغرز عشان تطلع مظبوطة. اما في الغرز الاساسية اللي هي لو احنا شغالين زي ما احنا شغالين كده، العدد مش بيفرق معانا قوي. كده انا كملت نص عمود في الحلقة الخلفية لحد اخر السطر، وهقفل بمنزلقة في اول نص عمود اشتغلته. هبتدي ارتفع للسطر اللي بعده، اشتغل سلسلة عادي، وهدخل في اول نص عمود واشتغل نص عمود في الحلقة الخلفية، وهكذا لحد ما اوصل للفتحة بتاعة الابهام، وهرجع اقول لكم نشتغل فيها ازاي. انا هنا وصلت لاخر نص عمود قبل فتحة الابهام، هبتدي اشتغل فيه عادي نص عمود في الحلقة الخلفية. بعد كده وصلت لل3 سلاسل اللي انا اشتغلتهم. هعمل فيهم ايه؟ هدخل في السلسلة عادي خالص واشتغل نص عمود عادي. دي السلسلة الاولى اشتغلت فيها نص عمود، هدخل في السلسلة التانية اشتغل برضو نص عمود، وفي السلسلة التالتة نص عمود. يبقى انا كده ال3 نص عمود بتوعي اللي كانوا تحت رجعوا تاني، وهرجع اكمل شغل عادي خالص. وعملت فتحة لصابع الابهام من الجزء ده. هكمل شغل نص عمود في الحلقة الخلفية. طيب بفضل برضو ارتفع بالسطور اللي فوق دي لحد امتى؟ لحد نص الصوابع كده، او لحد طبعا ما الشخص يفضل يعني. انا برضو هنا في مقاسي 8 سنين ارتفعت برضو حوالي 5 سنتي كمان، ارتفع كمان 5 سنتي بالسطور، وارجع اوريكم شكله النهائي. وبكده وصلنا لاخر سطر.
هنفصل الخيط عادي خالص، هنعمل سلسلة ونقص الخيط بتاعنا، هنقلبها على الناحية التانية عشان ننضف بواقي الخيوط. ورجعنا تاني بعد ما نضفنا الخيوط والجوانتي بتاعنا خلاص بقى جاهز ومعانا بالشكل ده. كنت عاوزة اقول لكم بس ان احنا لما بنشتغل بخيط البركمباتك او بخيط الجنجا، ان احنا مثلا احنا خلاص اخدنا طرف الخيط وبدأنا نشتغل في القطعة الاولى وخلصناها، فاحنا خلصنا القطعة الاولى مش بناخد طرف الخيط ونكمل القطعة التانية على طول، لا احنا بنفضل نسحب في الخيط كده لحد ما نوصل لنفس الدرجة او اللون اللي احنا كنا بادئين عنده القطعة الاولى. يعني انا هنا كنت بادئه بالرصاصي الغامق، فهفضل اسحب في الخيط كده لحد ما اوصل للرصاصي الغامق، او لو انا مثلا كنت واخده طرف الخيط من جوه الشله فهرجع اخده من بره الشله ولحد ما اجيب برضو نفس الدرجه اللي انا بادئه بيها. ده ليه؟ علشان القطعتين يطلعوا شكلهم قريب من بعض، ما يطلعوش مختلفين جدا في تدرج الالوان ويبقى شكلهم مش زي بعض. تمام، هما هنا قريبين من بعض، يمكن مش تيبيكال بس عادي، يعني هو ديزاين الخيط ده بيبقى كده، او هو الشغل بالخيط ده بيبقى كده، ان الحاجة بتبقى واخدة تدريجات الوان ومش شرط يكونوا بالظبط نفس الحاجة تيبيكال بالظبط، احنا بنحاول بس نقرب التدريجة. احنا بكده نكون خلصنا فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح. لو اي حد ليه اي سؤال او استفسار تقدروا تسيبوا لي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو. هحط لكم ان شاء الله جدول المقاسات اللي فيه كل المقاسات لكل الاعمار اللي انتم محتاجينها في اي ديزاين لاي جوانتي هتعملوه. واستنوا ان شاء الله مشاريعنا اللي جايه، واستنونا وتابعونا.